السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناتنا وصفة مجربة ومضمونة. وصفتنا لليوم من أطيب الأكلات، الدجاج المحشي بفريكة بطريقة شهية ومليانة نكهات. بسم الله نبدأ. أولا نجهز محلول النقع ويتكون من ورق غار، ملعقة صغيرة من القرنفل والهيل، ملعقة كبيرة كزبرة حب وأعواد قرفة. نطحن البهارات طحن خشنة ونفرغهم في وعاء عميق، ومن ثم نضيف 2 ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة ملح. نخلط المكونات ومن ثم نضيف عصير برتقالة، عصير ليمونة، ملعقة شطة خضراء وملعقة شطة حمراء. كمية الحار حسب الرغبة. 5 ملاعق خل أبيض، قشور البرتقالة والليمونة، حبة بصل مقطعة، 3 فصوص ثوم، روزماري اللي هو إكليل الجبل. نخلط جميع المكونات ونضعها جانبا، ومن ثم نبدأ بتجهيز الدجاج. ننظف الدجاج وننقعه بخل وليمون وملح على الأقل ساعة. نضيف التتبيلة إليه ونخلطه جيدا معها من الداخل وتحت الجلد، ونغمر الدجاج بالماء. نغلف الدجاج ببلاستيك التغليف ونضعه في الثلاجة على الأقل لمدة 8 ساعات. هذا المحلول مهم لتعزيز النكهة وتطرية الدجاج. بعد ليلة نتخلص من محلول النقع ومن البهارات جيدا لأنها خشنة. ما شاء الله رائحة الدجاج زكية وعطرة. ونبدأ بتجهيز خلطة تتبيل الدجاج المكونة من ملعقة كبيرة من الملح والبهارات الشوي، ملعقة صغيرة كركم، رشة فلفل، ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة والبابريكا. نخلط المكونات ونضيف ملعقة كبيرة كاتشب، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. نخلط المقادير جيدا، وبتمنى أنكم تجربوا هالوصفة لأنها جدا رائعة. نوعية البهارات وكميتها حسب رغبتكم، لكن هذه الخلطة مناسبة جدا. نوزع التتبيلة على الدجاج من الخارج والداخل وتحت الجلد، ونغلف الدجاج ونضعه في الثلاجة لمدة 2 ساعات على الأقل. ونبدأ بتجهيز الفريكة. في قدر على الغاز نضع كمية من السمن الحيواني، حبتين بصل حجمهم متوسط مقطعين مكعبات متوسطة أو ناعمة حسب الرغبة. نقلب البصل حتى يصبح شفاف، ثم نضيف 5 أكواب أفريكة غسلتهم وصفيتهم من الماء، رشة فلفل، ملعقة صغيرة كركم. بالنسبة للملح، إذا استخدمنا ماء لتسوية أفريكة نحتاج 4.5 ملاعق صغيرة، وإذا كان في الماء مرق دجاج نحتاج 3.5 ملاعق صغيرة. ملعقة كبيرة كزبرة، ومن ثم نحرك الأفريكة مع البصل والبهارات، ونضع الماء الساخن أو الماء مع المرق. كمية الماء فوق أفريكة نصف عقدة إصبع تقريبا. نغطي القدر والنار تحت فوق المتوسطة. عندما يصبح الماء بارتفاع أفريكة نهدي النار مثل الشمعة، ونضع ورق قصدير فوق القدر ونغلفه جيدا، ومن ثم نضع غطاء القدر. تحتاج أفريكة تقريبا إلى 1 ساعة وربع أو أكثر قليلا للاستواء. بعد نص ساعة من وضع القصدير فوق القدر رجعت فتحت القدر وأخذت كمية من أفريكة لحشوة الدجاج، ومن ثم أغلقت القدر بالقصدير والغطاء جيدا. الدجاج جاهز، وأبدأ بحشو بفريكة من الداخل وتحت الجلد. كمية أفريكة لازم تكون جيدة لأنها ناضجة ولن يكبر حجمها كثيرا. نوزع أفريكة جيدا تحت الجلد، ومن ثم نشد جلد الصدر تحت الظهر. بهاي الطريقة لن نحتاج إلى تخييط الدجاجة أو وضع أعواد لغلق الجلد. نجمع الساقين نربطهم بخيط قطني أو غذائي، وعند نقل الدجاج إلى صينية الشوي نضع الأجنحة تحت الدجاج تعطي منظر جميل عند الاستواء. أنا وضعت مع الدجاج في صينية الشوي خضار اللي هي بطاطا، جزر، بصل، ثوم حسب الرغبة. طبعا هاي الخطوة اختيارية لكنها إضافة جيدة ولذيذة. تبلت الخضروات، ملعقة صغيرة من الملح، الكزبرة الجافة، بهارات شوي، بابريكا، كيجن، ورشة فلفل، ومن ثم 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. خلطتها جيدا ووضعتها بجانب الدجاج، ثم باقي سائل تتبيل الدجاج ونصف كوب ماء بحرارة الغرفة. غطيت الصينية بورق زبدة مبلل بالماء وقصدير على فرن حامي 180 درجة لمدة 1.5 ساعة، ومن ثم كشفت عن الصينية ودهنت الدجاج بالصوص الموجود في صينية الشوي وحمرته. نرجع لأفريكا بعد 1.25 ساعة نرفعها على النار ونغطيها بغطاء قطني ونتركها على الأقل 1 ساعة، ومن ثم نبدأ بتجهيز الطبق. ما شاء الله رائحتها لذيذة وحبات أفريكا تنثر.
نضع فريكة في طبق واسع أو صدر، ومن ثم نضع الدجاج. ما شاء الله رائحة الدجاج جدا شهية. ونوزع الخضروات بجانب الدجاج، ونزيل الخيوط التي ربطنا بها أرجل الدجاج، ونزين الطبق باللوز والكزبرة. بتمنى منكم تجربوا هالوصفة وتحكوا لنا رأيكم، وما تنسوا دعمكم للقناة والاشتراك فيها. دعمكم يعني لي الكثير، وألف صحة وعافية لقلوبكم. شكرا لكم.